السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الفلوس في المنام، لأنها جات لي كتير في التعليقات. بص يا حبايبي، رؤية الفلوس في المنام إذا كنت انت عارف عدد الفلوس دي كام، فده بيبقى رزق وخير داخل عليك وسعادة داخل عليك. لو عارف عددهم 10 20 30 100 ألف مليون، ده بيبقى فلوس وسعد وهنا داخلين عليك. أما الفلوس اللي هي مجهولة العدد، ما انتش عارف عددهم كام، أو بتلم فلوس يعني عمال تلم فلوس إن كانت فضة أو ورق ما انتش تايه في عددهم، فدي بتبقى داخل على هموم ومشاكل وديون وهم وكرب، أعزكم الله. يعني ليه بقى؟ لأن انت مش عارف عددهم، فتايه بقى. زي اللي بقولك ايه، مناش عارف انا كان معايا كام في المحفظة، كان معايا كام في البوك، هل اتاخد منهم، اتشال منهم، ضاع منهم، طيب هم راحوا فين؟ تفكير ودوخة وتعب ومتاهات بقدر كمية الفلوس اللي انت لو بتلم فلوس من على الارض وشايفها كتير ورق وما انتش عارف عددها، دي هموم فضية، دي هموم من غير ان هي تكون مجهولة العدد، ان انت مش عارف عددهم كام. اما لو عارف عددهم كام، فده بيبقى خير وسعد داخل عليك. 20 مليون، 1000 2000، بتبقى ده رزق وسعد داخل عليك، بالذات للأعزب أو للبنت العزباء. لو عرفت العدد بتاع الفلوس ده، بيبقى ميعاد خطوبة أو زواج لها قريب، إن ربنا هيقرب لها البعيد وهيفرج عليها وفرحة وسعد داخل عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم. اللي هو يعني كثرة الفلوس اللي من غير عدد دي فيها تعاسة وهم ومشاكل. دي رؤية الفلوس يا جماعة. أما الفلوس اللي هي معروف عددها دي تبقى خير وسعد وهنا، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة عندكم كلمة الاشتراك بالأحمر، يا ريت تدوسوا عليها. واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية يخش على الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب له، إن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله.